هنعمل مع بعض النهاردة الفازة القمر اللي انتوا شايفينها دي بكل سهولة. اول حاجة هنجيب كوباية من الجبس، ونحط عليها نص كوباية من المية ونقلبهم كويس جدا جدا. وبعد كده هنجيب ازازة زيت قديمة كده، دي الازازة دي عجبتني عشان فيها خطوط كده هتدي شكل حلو فيه للفازة. وهنحط فيها الجبس اللي احنا عملناه. طبعا هو نص بيبقى النص كده عشان انا هحط فيه غطا اساس زي ما انتوا شايفين، عشان انا عايزه تعملي تجويف. وهنزل عليها باي حاجه تقل كده علشان خاطر الغطا ما يطلعش لفوق. طبعا انا هسيبها 10 دقايق وبعد كده هبدا اشيل الغطا دوت. مش هسيبها تنشف خالص، علشان لو انا سبتها تنشف خالص مش هعرف اشيل الغطا ده خالص يعني. المهم ان انا كده حطيت طبعا الجبس في الازازه على طول، لان هي كانت فيها زيت اصلا، فمش محتاج ان انا اعملها بفرشه من الزيت. دلوقتي بقى هشيل بعد يوم او يومين، هبدا اشيل الغطا البلاستيك دوت. هسخن السكينه وابدا اشيل بالشكل ده. وشوفوا شكلها بعد ما شلت البلاستيك تحفه. حط فيها ورد او زرع او اي حاجه، جربوها تعجبكم قوي.